السلام عليكم إخوتي، مرحبا بكم في صفحة علمني تعلم اللغات. اليوم وصلنا بعض الكلمات ومفردات لتقوية رصيدنا اللغوي في اللغة الإسبانية، فلنبدأ على بركة الله. نبدأ بأول كلمة معنا لليوم وهي المنزل. كيف نقول المنزل بالإسبانية؟ نقول لا كاسا، لا كاسا، لا كاسا. ننتقل للكلمة التي بعدها وهي الطريق. كيف نقول الطريق بالإسبانية؟ نقول الكامينو، الكامينو، الكامينو. والآن أنتقل إلى الكلمة التي بعدها وهي الطاولة. كيف نقول الطاولة بالإسبانية؟ نقول لا ميسا، لا ميسا، لا ميسا. الطاولة لا ميسا، لا ميسا. ننتقل للكلمة التي بعدها وهي الكرسي. كيف نقول الكرسي بالإسبانية؟ نقول لا سيا، لا سيا، لا سيا. الكرسي. ننتقل للكلمة التي بعدها وهي الهاتف. كيف نقول الهاتف بالإسبانية؟ نقول الموبيل، الموبيل، أو نقول سيلولار، سيلولار. الموبيل أو نقول سيلولار. الآن ننتقل إلى الكلمة التي بعدها وهي النافذة. ماذا عن النافذة؟ كيف نقول النافذة بالإسبانية؟ نقول لا بنتانا، لا بنتانا، لا بنتانا. النافذة. أما عن الباب فنقول لا puerta، لا puerta، لا puerta. والآن الغرفة. كيف نقول الغرفة بالإسبانية؟ نقول habitación، habitación، أو نقول sala، sala. habitación أو sala، sala. والآن مع آخر كلمة وهي الحائط. كيف نقول الحائط بالإسبانية؟ نقول la pared، la pared، la pared. وشكرا على المشاهدة. اللقاء فيديو آخر مع دروس جديدة، ولا تنسوا دعمنا، وشكرا لكم. إلى اللقاء.